عائلتنا ما شاء الله كبيرة، شباب وبنات صغار وكبار، لكن أمي تحب الشباب أكثر عن البنات. أخبرك لو قالوا لها أعطينا عيونك بتحطها في صحن فضة وبتقول لهم تفضلوا، لكن كذب خيبة. نحن البنات صح حبها لنا مش مثل حب الشباب، بس تحبنا. وأقولك قصة بيتنا، قصة عائلتنا. نحن البنات تزوجنا وأزواجنا ولله الحمد ينحطون عن الجرح يبرأ. أخواني تزوجوا وكل واحد في بيته، ولكن أصغر واحد طاح في أزمة مالية وأقنع أمي أنها تبيع البيت وهي بتعيش معاه ومع زوجته وعياله، وحاول يقنعها وأمي ما تريد حد يقنعها، على طول بتوافق إذا حد من إخواني طلب منها أي شيء، وباعت البيت وكل أخذ حقه. لكن أمي وين بتعيش؟ في بيت أخوي مثل ما اتفقت معه. سكنت معه يمكن أسبوعين وزوجته ما تحملت الوضع. مرة تقول أنا مش مرتاحة في بيتي، ومرات تقول إذا طلعنا لازم تكون معانا، يعني بعد ما تاخذ راحتها. وأصدمت، زوجته بنت خالتي، يعني أمي خالتها، وهي مش متحملة أمي، مش متحملة خالتها. وصارت المشاكل في العائلة، وأخوي يريد أمه لكن زوجته لا. طلبنا من أمي تيجي عندنا نحن البنات، لكنها رفضت وقررت تستأجر بيت وتسكن فيه، لكن الكل رفض. وتدرين وحدة من زوجات أخواني إجت تترجى أمي أنها تروح تسكن عندها، قالت لها أنا أمي توفت وأنا صغيرة، ما حسيت أني سويت لأمي شيء، ولا حسيت بطعم أن عندي أم تراعيني وتخاف علي، فلو سمحتي يا أمي الثانية أنا أطلب منك تكونين أمي الثانية وتراعيني وتخافين علي. أريد أحس هذا الإحساس. والله أنها كبرت في عيننا وصارت هي أختنا وأكثر من أخت. والله لو تشوفين كيف تعامل أمي وأمي كيف تعاملها، حتى نحن صرنا نغار منها. يرحم والديها، والله أنهم كفوا على هالتربية. صرنا ما نفكر كيف أمي بتعيش أو إذا أمي مرتاحة أو لا، لأنها عايشة مع بنت من بناتها.